حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لأول مرة تشوفوني ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير والكومنت الحلو. واللي محتاج قراءة خاصة بيتواصل معايا على رسائل الواتساب اللي قدامكم على الفيديو. النهاردة هنعمل مع بعض تهكير، هنشوف يعني هندخل كده جوه عقل ودماغ، يعني جوه دماغ حبيبك ونشوف نظرته ليك ونظرته للعلاقة، أفكاره ومخاوفه. هنكشف كمان مستجدات الطاقة بتاعته، أفكاره مشاعره نواياه قراراته، يعني هنشوف ايه الجديد في طاقته الفترة دي. تمام، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، ماشي، بسم الله. طيب، بداية كده الشخص ده أو حبيبك أو شريكك أو الشخص اللي في بالك، شايفة إن هو مشوش جدا، يعني مشتت قوي قوي قوي، مش عارف هو عايز ايه. زائد ان هو عنده طاقة ندم قوية جدا على قرارات او على تصرفات ممكن يكون عملها، يعني ممكن يكون عملها معاك او ممكن يكون عملها في حقك، تمام، بدون انت ما تعرف يعني. تمام، فشايفه كأن هو بيراجع نفسه، وشايف نفسه كان غلطان في بعض التصرفات وفي بعض المواقف اللي حصلت ما بينك وما بينه، وشايف ان هو يعني نزل من نظرك او بصيتك ليه ما بقتش زي الاول، او شايف ان العلاقه فقدت مصداقيتها بسبب اللي عمله معاك او الموقف السيء اللي حصل ما بينك وما بينه. آه، شايفاه مرهق قوي وتعبان، وشايف الظروف ما ادتلوش فرصة ان هو يدافع عن نفسه قدامك ولا عن العلاقة. هو شايف ان انت كنت حاجة مهمة جدا في حياته، كنت نعمة في حياته وهو ما قدرهاش وما صنهاش، فيعني بالتالي ان هي راحت منه او معرفش قيمتها غير لما راحت منه. تعبان جدا جدا، مش قادرة اقول لك قد ايه هو موجوع. شايف نفسه ان هو بيعيش دلوقتي في أسوأ مراحل حياته او في أسوأ ايام حياته، بعد ما كان شخص قوي متحكم وشايف نفسه، بقى خايف من المجهول، بقى قلقان، بقى طول الوقت حذر، بقى طول الوقت تعبان. والمشكلة ان انت مش هتشوف قلقه بسهولة، لان الشخص ده طول الوقت يعني مش بيبين ورقه او مش بيبين اللي هو حاسس بيه، او مش بيبين مشاكله. تمام، ولكن بالنسبة للتفكير فهو طول الوقت بيفكر فيك بشكل متواصل. بس برضه هو في وسط التفكير ده شايف ان العلاقة فيها مشاكل، والمشاكل دي مأثرة على العلاقة ومأثرة عليك ومأثرة عليه. تمام، هنكمل مع بعض. فزي ما قلت لكم يعني انا شايفه ان هو بيفكر فيك بشكل متواصل، وشايف ان العلاقه دي فيها مشاكل كتير، والمشاكل دي مأثره على العلاقه. تمام، طيب، شايفه كمان ان هو حواليه في ناس كتير او في طاقات كتير سلبيه مش كويسه، تمام، بتخليه طول الوقت ان هو فاقد التوازن او مش متوازن في العلاقه دي. تمام، طيب، كمان هو طول الوقت شايف ان اختياراته كلها غلط، يعني الشخص ده اختياراته غلط بصوره كبيره جدا، وهو بيدفع ثمن اختياراته الغلط دي. لان الشخص ده كمان يعني جت عليه فتره كان مغرور قوي، وكان شايف نفسه قوي، وكان واخد قلم في نفسه قوي. لكن دلوقتي شايفة ان هو بيقول زي ما يكون كده بيقول يا حيطة داريني، او ان هو عايز يستخبى، عايز الايام تعدي وخلاص. آم، يعني شايفة ان اوضاعه مش زي الاول خالص، وشايفة كمان هو عنده نقلة في شغله او نقلة في عمله، ولكن النقلة دي بالنسبة له سلبية مش هتكون ايجابية. ليه بقى؟ لان هو زي ما قلت لك بيختار قرارات غلط وهيجني نتيجتها الفترة الجاية. وهو فاكر او شايف ان الخطوه دي كويسه او ان الخطوه دي فيها مصلحه ليه، لكن لا، الخطوه دي مش كويسه خالص. شايفه ان هي يعني ايه هتتسبب ان هو يعني اوضاعه هتتدهور اكتر من دلوقتي. هو كمان طول الوقت عنده طاقه خوف، وبيتعرض كمان لظلم، يعني في شخص ظالم في الشغل او في شخص بيمارس عليه قوته في الشغل. فيمكن ده برضو من الكارما او من اللي كان بيعمله فيك، فربنا يعني ايه بيقلب الدنيا عليه. تمام، ولكن شايفه ان الفتره الجايه عنده طاقه صحوه،
تمام. طيب شايفة الأبراج اللي ظاهرة قدامي: الحمل، السرطان، العذراء، القوس، الأسد. طيب هنشوف طاقتك امتى. طيب انت حاسس ان انت زي ما تكون وقعت في حفرة، ومش عارف تطلع منها او مش لاقي لك مخرج. بتلوم نفسك وبتقول لنفسك: يا ريتني ما شفته ولا قابلته ولا عرفته ولا حبيته ولا دخل حياتي. شايفاك متأيد متكتف، وبتلوم نفسك طول الوقت ان انت خليته ان هو يتحكم فيك ويتحكم في شعورك ويتحكم في رغباتك، لان الشخص ده خذلك خذلان كبير جدا. انت ممكن كنت من الشخصيات اللي واضح وصريح جدا معاه، ما كنتش بتداري عنه حاجة او ما كنتش بتخبي عنه حاجة، لدرجة ان انت ممكن تكون بينت له نقط ضعفك والحاجات اللي بتضايقك، وهو ابتدى ان هو كمان يستغلها ضدك، وابتدى يشتغل على الحاجات اللي بتضايقك دي وعلى الحاجات اللي بتوترك دي، وابتدى ان هو يعني ايه يضايقك بيها اكتر. تمام. شايفه ان المشكله برضو ان انت قلبك متعلق بيه. تمام. لكن عقلك رافضه. انت شايف ان هو ما بقاش يشبع لك رغباتك، ما بقتش تحس معاه نفس الاحاسيس اللي انت كنت بتحسها الاول. آم، انت كنت بتحبه جدا ومتعلق بيه جدا، ولكن هو بافعاله او باللي هو عمله دمر كل حاجه ما بينك وما بينه، وانهى العلاقه ودمر كل مشاعر جواك ما بينك وما بينه. طيب هنشوف الطاقه المشتركه ما بينك وما بينه كده ايه هي. طيب شايفه ان الطاقه المشتركه ما بينك وما بينه ان كل واحد فيكم ابتدى يحس بقيمه التاني، وابتدى يعرف قيمه الشخص التاني عند، يعني كل واحد فيكم عرف قيمه التاني عند نفسه، وفي نفس الوقت كل واحد عرف قيمه نفسه. تمام. وزي ما قلت لك في الاول، هو عارف ان هو نازل من نظرك، وهو عارف ان انت كنت بتحبه وبتهتم بيه وبتدعمه وبتقف جنبه وبتساعده. بس شايفه ان في الطاقه المشتركه ان انتوا كل واحد فيكم قاري التاني قوي، فدي طاقتكم المشتركه ان انتوا الاتنين بتلعبوا على المكشوف، كل واحد عارف اللي عند التاني وكل واحد شايف الصوره صح. فهتعرفوا تلعبوا بعض، يعني لو هو اختار البعد يستحمل بعده، ولو انت يعني اخترت ان انت تديله فرص، فانت تستحمل برضو الفرص اللي انت هتديها له. تمام. كل واحد يستحمل اللي هيعمله مع الشخص التاني او الخطوات اللي هياخدها ناحيه الشخص التاني، لان زي ما قلت لك انتوا يمكن ايه بتلعبوا قوي على المكشوف. وشايفه كمان ان انت ممكن تكون خلاص انت جبت اخرك، ولكن برضو رغم ان انت جبت اخرك لكن لسه سايب الباب موارب. هو عارف طبعا قيمتك، وعارف اخطائه وعارف اللي هو عامله معاك، ولكن برضو موضوع الباب الموارب ده مديله امل ان هو ممكن يرجع العلاقه تاني. يعني انا شايفه لو الابواب فضلت مواربه كده، مش هياخد خطوه، لكن انت لو قفلت الباب ده في وشه ممكن ياخد خطوه ويعمل حاجه علشانك وعلشان العلاقه. تمام. هو حاسس ان هو مشدود ليك، حاسس ان هو منجذب ليك، عنده انبهار، كل حاجة فيك بيحبها، كل حاجة فيك بيتشد ليها. شايفة ان هو مفتقدك، عنده طاقة ندم، مش قادر يبطل تفكير فيك. آه، بيحس كمان ان وجودك في حياته بيحلي حياته، وشايفة ان هو عنده رغبة ان هو يتواصل معاك وان هو يقرب منك وان هو ياخد خطوة. شايفة ان هو مهووس قوي بيك، عنده شغف. حياته باظت لما انت خرجت من حياته او لما انت ما بقتش في حياته. بيتمنى ان هو يرجع لك علشان هو عارف ان مفيش حد هيستحمله غيرك، ومفيش حد هيقدر ان هو يديله الحب والمشاعر دي غيرك انت. طيب هنشوف بقى هو شايفك ازاي وشايف العلاقة ازاي. طيب انا شايفة للبعض منكم ان في طرف ثالث او في حاجة واقفة ما بينه وما بين العلاقة، يعني في حاجة واقفة ما بينكم وما بين العلاقة. تمام. في تدخل ما بينكم. تمام. يعني حد متدخل ما بينك وما بينه ومبوظ العلاقة ما بينك وما بينه. تمام. الوقت شايفة
إن أنت تاخد حقك الفترة الجاية، يعني أنت اتظلمت وهو جه عليك وهو أذاك في حاجات كتيرة جدًا، فشايفة إن أنت هتاخد حقك منه الفترة الجاية، لإن هو زي ما يكون كده أخد قلم على وشه من اللي حصل ما بينك وما بينه، فمقرر ما بينه وما بين نفسه إن هو هيدّي لك حقك، لإن هو عارف أنت إيه بالنسبة له، وشايف إن هو لازم يعمل حاجة علشانك وعلشان يرجّع العلاقة وعلشان يصلّح الموقف ما بينك وما بينه، لإن هو ممكن يكون أذاك كتير أو جه عليك أو وجعك كتير، وهو كمان عارف إن اللي حصل ده بسبب غروره وبسبب أنانيته وبسبب نرجسيته، لإن هو كان دايمًا بياخد وما بيدّيش، دايمًا كان طرف عايز ياخد أكتر ما بيدّي، تمام، وفي الآخر لقى نفسه إن هو خسرك وخسر نفسه وخسر العلاقة، آآ ولكن هو دلوقتي لمّا بقى لوحده، لمّا أنت بعدت عنه، عرف قيمتك وعرف مميزاتك وعرف قد إيه أنت كنت بتدّي له، عرف قد إيه أنت كنت بتقف جنبه وتدعمه، شايفة إن هو نِفْسه إن هو يرجع لك تاني، لإن هو نِفْسه إن هو يعيش حالة الحب تاني اللي كان بيعيشها معاك، ولكن في نفس الوقت هو خايف يرجع ما يلاقيش زي الأول، أو ما يلاقيش إن أنت بتدّي له زي الأول الحب والدعم والاحتياج، لإن هو قصّر معاك كتير. طيب هنشوف بقى نواياه كده وخطواته. طيب من نواياه إن هو عنده أمنية بيتمناها إن أنت ترجع له تاني، وهو راجع لك يعني طال الوقت أو قصر هو راجع لك، فما تقلقش وما تقللش من نفسك، لأن هو يعني ما تحاولش إن أنت تاخد خطوة ناحيتك، يعني أمّا أقول لك هيرجع ما تاخدش أنت خطوة، لأ خليك مكانك، هو هيعمل خطوات ناحيتك، هو هياخد خطوات ناحيتك، لأن هو بيحبك وعايز يكون معاك. تمام، وشايفاه إن هو هيحاول إن هو يشدّك ليه أو يجذبك ليه أو يعمل حاجات تقرّبك منّه أو تشدّك ليه أو تسهّل المواضيع عليه أو تخلّيه إن هو يقدر إن هو يدخل حياتك تاني، شايفة في بداية جديدة ما بينك وما بينه، شايفة في استقرار، لكن لازم خلّي بالك لمّا يرجع لازم تعمل حاجة، لازم تقارن ما بين اللي أنت هتدّيه له واللي أنت هتاخد منّه، تمام، حاول تعيد ترتيب أفكارك، طول الوقت ما تبقاش أنت المُضحّي، أنت اللي بتيجي على نَفْسك، أنت اللي بتدّي دايمًا في العلاقة وتخلّيه هو الطرف اللي بياخد، تمام. طيب حبايبي دي كانت قراءتنا النهارده، أتمنى يا رب إنها تكون عجبتكم، يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو، وباي باي.